السلام عليكم. من أصعب الحاجات وهي الامتحانات. حتى الدنيا اللي احنا عايشينها ما هي إلا عبارة عن امتحان كبير. حتى أنا النهاردة جاي أقول لك تعمل إيه لو وقعت في زنقة الامتحانات. في 10 نصايح بس. النصيحة الأولى: بلاش تبقى متوتر وقلقان. أنا عارف إن التوتر والقلق ده شيء طبيعي جدا في أيام الامتحانات. خلي الشيء دوت هو شعلة نبدأ بيها، بس ما تخليش الشعلة ديت تزيد عن حدها، لأن هي لو زادت عن حدها هتولع فينا كلنا وفي كل اللي انت عملته. هدي نفسك وخلي نفسك عادي ريلاكس جدا، وعرف نفسك وقول لها ان انت لازم تكون هادي عشان تعرف تبدأ وعشان تعرف تظبط دنيتك. النصيحة التانية: مفيش حاجة اسمها الوقت خلص. مفيش حاجة خالص اسمها الوقت خلص. حتى لو انت قدامك يوم واحد بس تقدر تجمع فيه اي حاجة انت هتجمعها في اليوم دوت هتساعدك جوه اللجنة، هتساعدك ان انت تظبط دنيتك، هتساعدك ان انت تحل. ولو حتى ممكن معلومة انت تكون قريتها قبل ما تخش بدقيقة واحدة تلاقيها جوه في الامتحان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. لذلك عافر لحد آخر لحظة واستمر لحد آخر دقيقة، لازم تكون بتذاكر. النصيحة التالتة: لازم تكون انت اللي مسيطر، وخليك منظم، خليك مخطط ليومك ومحدد أهدافك ايه في اليوم. يجب ان تكون انت اللي مسيطر على يومك، ما تخليش السوشيال ميديا هي اللي تسيطر على يومك. ويكون أهم حاجة عندك ان انت تطلع بأكبر قدر من الاستفادة والمعلومات والمذاكرة والمعلومات الثابتة في دماغك. سيبك بقى في خلال هذه الفترة من أي حاجة هتلهيك، أصحابك، سوشيال ميديا زي ما قلنا، اجتماعات، أفراح، أي حاجة سيبك منها. النصيحة الرابعة: بلاش تندم. فعلا الندم هيضيع كل حاجة انت عملتها وهتعملها. حتى بلاش تقول يا ريتني كنت عملت كذا، يا ريتني كنت ذاكرت من أول الترم. بلاش تقول يا ريتني كنت حضرت المحاضرة الفلانية عشان كنت أفهمها حاليا. لا، بلاش تندم خالص، لأن برضك الندم عامل زي التوتر والقلق، لو سيطروا عليك هيولعوا في كل حاجة انت بتعملها. النصيحة الخامسة: بلاش تسهر وتطبق أيام الامتحانات نهائي. ده شيء ممنوع البتة، لأن دوت هيأثر عليك في تركيزك. احنا محتاجين في الفترة ديت ان انت تكون صاحي، تصحى بدري، لأن انت لما بتصحى بدري انت الدنيا بتكون هادية والجو بيكون هادي، وبالتالي انت بتكون في تركيزك، فبتعرف تجمع اكبر قدر من المعلومات. لان برضك اكيد امتحانك هيكون الصبح مش بالليل، مش وانت سهران. امتحانك هيكون الصبح وانت صاحي، يعني وانت مركز. لازم تكون تنام بدري وتقلل كافيين الصبح على قد ما تقدر، وبالليل عشان تعرف تركز وتصحى بدري. على الاقل مثلا تبقى صاحي من الساعة 9 تكون في اعلى تركيزك. لازم تبطل سهر. النصيحة السادسة: بص على امتحانات السنين السابقة. دي أهم حاجة، لازم تحل كتير وتبص على امتحانات السنين السابقة عشان تعرف نظام الأسئلة كان جاي ازاي السنة اللي فاتت والسنين اللي قبلها. لأن أكيد بنسبة 90% الدكاترة مش هتطلع بره هذه الأسئلة، أو الأساتذة لو أنت في ثانوية عامة الأساتذة مش هتطلع بره هذه الأسئلة. ده هيساعدك إن أنت تثبت معلومتك وتراجع على اللي انت ذاكرته وتعمل ريفريش لكل المعلومات، وبرضك تعرف نقطة ضعفك فين، تعرف انت ضعيف في انهي نقطة. انا ضعيف مثلا في الجزئية الفلانية في الباب الفلاني. وبرضك اهم حاجة انك تحط زمن للامتحان زي الزمن بتاع امتحان الفاينل دوت، هيساعدك جدا ان انت تظبط نفسك وتظبط وقتك. ده من اهم النصايح اللي انا ممكن اقولها لك. النصيحة السابعة: خد وقت راحة. لازم تريح. أي عربية بتمشي مسافات طويلة لازم تريح، وانت أكيد مخك بيتعب. ومدى استيعاب العقل البشري 45 دقيقة، ده أقصى مدة ممكن العقل البشري يستحملها في الاستيعاب المتواصل. فانت خليك ماشي بنظام 25 دقيقة مذاكرة و10 دقايق راحة. دوت هيساعدك ان انت تستمر لفترات طويلة، وبالتالي بتعمل ريفريش لعقلك وبتعرف تذاكر كويس.
ابعد عن اي مشتت، ابعد عن التليفون في وقت الراحه، في ال10 دقايق بتوعك راحه ابعد عن التليفون، ابعد عن المكتب اللي انت بتذاكر عنه، اطلع من الاوضه، اطلع شم هوا، روح اعمل كوبايه شاي، اعمل اي حاجه بعيد عن المذاكره خالص نهائيا. النصيحه التامه، بلاش تبصمج. طبعا انت لو مش في كليه فانت مش عارف يعني ايه بصمجه. البصمجه سريعا كده اللي هو انت بتمسك معلومه مهمه بتقعد تقراها لحد ما تحفظها بدون ما تفهمها، او تمسك امتحان سنين سابقه تقعد تحفظ الاجابات بتاعته وتخش تطبق اللي انت حفظته ده جوه. تمام، ده بالنسبه للبصمجه سريعا، وده طبعا طلاب الجامعه، مصطلح طلاب الجامعه بيستخدموه في ايام الامتحانات. المهم بلاش تبصمج، افهم كل كلمه انت بتحفظها وكل كلمه انت بتقراها، لان دوت هيخليك تعرف انت داخل انه الماده اللي انت داخلها ديت ايه دنيتها وماشيه ازاي، وهل السؤال اللي هيجي لك في الماده ديت هل هو هيجي لك فعلا بنفس السياق المعلومه ولا لا، ولا مختلف عنها، ولا محتاج فهمك. فلازم تكون فاهم كل معلومه انت بتقراها وبتحفظها. بلاش تبصمج. النصيحه التاسعه، بلاش تربط نفسك بالوقت. بلاش تربط نفسك نهائيا بالوقت. ممكن انت تكون ذاكرت 8 ساعات بس خلال ال8 ساعات انت ما عملتش اي انتاجيه. ليه؟ لان انت خلال ال8 ساعات انت ممكن ما تكونش ذاكرت الا محاضره واحده بسبب التشتت. طب انا ما ذاكرتش الا محاضره واحده ازاي خلال ال8 ساعات؟ لان انت كان في مشتتات جنبك وفي حاجات مخليك مش عارف تركز وانت مش عارف تقعد اساسا تذاكر. ودوت هينقلنا للنقطه اللي بعد كده، النصيحه العاشره والاخيره، ابعد نهائيا عن السوشيال ميديا. ابعد بتاتا ونهائيا. وبص كل المصطلحات، اعتقد احنا اتكلمنا في حلقه عن كده قبل كده، هسيبها لك في الاي اللي هنا تقريبا او الاي اللي هنا، تمام، عن السوشيال ميديا واضرارها. ابعد عن السوشيال ميديا لان هي اكبر مشتت ليك، ولازما يعني ابعد عنها نهائيا. السوشيال ميديا هي سبب دمارك، السوشيال ميديا هي سبب دمارك وسبب كل حاجه وحشه في حياتك. السوشيال ميديا هي اللي هتضيعك، وتليفونك اللي في ايديك ده هو اللي هيضيعك. لازما تبعد عن السوشيال ميديا يا صديقي. اعرف ان السوشيال ميديا هي سبب ضياعك. وبرضك لو انت مثلا بتتشتت وكده، امشي بنظام البومودورو تكنيك، لان ده هيساعدك جدا جدا زي ما قلنا في النصيحه السبعه. وبرضك يا صديقي ده مش وقت السوشيال ميديا، مش وقت تفقد الاخبار ايه والدنيا ايه ماشيه ازاي، ده مش وقته نهائيا. ركز على اللي انت بتعمله. واعتقد يعني اللي دوت ممكن اهم 10 نصايح انا ممكن اقدر اقدمها لك، واتمنى لك التوفيق يا صديقي العزيز. واعتقد الفيديو دوت لما هينزل انا هكون بامتحن فاينل، ودعواتك وربنا يا رب يوفقنا جميعا ويصلح حالنا جميعا.